الفضل العظيم لشهر شعبان وازاي تعيشوا زي النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر غالي كبير، شهر شعبان، شهر عظيم. فاضل 30 يوم على رمضان. انت مستعد؟ انت جاهز؟ انت واخد نية كبيرة؟ شهر رمضان على الابواب، بس 30 يوم وندخل رمضان. بس انا عارف ان كل الناس عينيها على رمضان، لكن انت مش واخد بالك ان في شهر عظيم جدا 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 اسمه شهر شعبان. ايه سره؟ مفتاحه بيقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان شاب صغير لما قال الحديث دون وهو عايش في بيت النبي، فلاحظ ان عبادة النبي اكتر في شهر شعبان، فقال يا رسول الله اراك تصوم في شهر شعبان اكثر مما تصوم في غيره. فقال له النبي ايوه المفتاح اهو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة هذا شهر يغفل عنه كثير من الناس كلها عينيها على رمضان مش شايفة شعبان. ذلك شهر، ايوه ايه بقى سره؟ تعرض فيه الاعمال على الله، صحائف العباد تعرض على الله. واحب ان يعرض عملي وانا صائم. الكلمتين اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى هم سر وعظمة وفضل شهر شعبان. يا جماعة احنا اعمالنا بتتعرض على ربنا مرة في السنة في شهر شعبان. يعني انت كل اعمال السنة اللي فاتت تعرض الان على الله، صحائف الملائكة، حسناتك، كتابك يعرض الان على الله بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكأن السنة الروحية او السنة العبادية تبدأ عند الله من اول شعبان، وكأن رمضان تبدأ بيه سنة جديدة. يا سلام. وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان يبقى دايما أول صفحة بتعرض على الله في شعبان هي رمضان اللي فات، فدايما صفحة جميلة. شفت الرحمة؟ شفت الحنان؟ عشان دايما البداية تبقى حلوة. من صحت بدايته صحت نهايته، فتبقى البداية رمضان، وده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. أيوة عشان كده في شعبان، أيوة عشان كده في شعبان، عشان تبقى أول صفحة. يلا نقلب الصفحة. أول صفحة إيه السنة الجاية؟ رمضان. الله. فالآن يعرض كل أعمالك السنة اللي فاتت. غمض عينيك كده، امشي بشريط ذكرياتك وتخيل السنة اللي فاتت والله مليانة حاجات حلوة، والله فيها أخطاء. طب استغفر وتوب، ما أنت تقدر تغير في الصحيفة. إيه ده؟ هو أنا أقدر أغير؟ طبعا مش ربنا بيقبل التوبة. لذلك النبي قال لنا الأعمال بتعرض الآن على الله. يبقى دي نقطة خطيرة. إيه هي؟ غير، حسن، صلح كل اللي فات من أخطاء السنة اللي فاتت. خلي شهر شعبان شهر توبة، شهر تقوى، شهر استغفار، شهر إحسان، شهر إصلاح. يغفر لك كل ما هو سيء السنة اللي فاتت فيعفى عنه، فترجع الصحيفة بيضة. إيه يا رب الكرم ده؟ ايه يا رب الحنان ده؟ طب وكمان ليه بتعرض الاعمال في شهر شعبان؟ عشان انت دلوقتي مستعد قبل رمضان، فمستعد تطلع عطاء وعبادة لانك جاهز تستعد لرمضان، فتكون ده سبب ان صحيفتك في اخر شهر وقت عرض الاعمال تكون نقية وجميلة. يا رب انت اكرم الاكرمين، يا رب انا تائب اليك وعائد اليك، والان تعرض اعمالي. تخيل الان تعرض الاعمال على الله. حكاية عرض الاعمال على الله دي مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكرك بإيه؟ يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابية. ها يعني يا ناس، يا هو عارف اللي بيزعق في وسط الناس، اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله. هو ده العرض، ده العرض يوم القيامة. وكأن شهر شعبان بروفة ليوم القيامة، وكأن الله تبارك وتعالى بيقول لك عيش المعنى، خلي عندك وعي بيوم القيامة من خلال شهر شعبان. زود وعيك بفكرة العرض على الله. أنت الآن تعرض على الله، بس العرض نوعين: عرض دنيوي شعبان، وعرض أخروي يوم القيامة. كما ستعرض هناك تعرض هنا، لكن في فرق كبير. يوم القيامة ما تقدرش تصلح حاجة، ما تقدرش تغير حاجة، انتهت الفرصة. لكن شهر شعبان لسه معاك فرصة، وكأن ربنا عمل لك بروفة ليوم القيامة، للعرض يوم القيامة بشهر شعبان عشان تصلح نفسك، عشان تستغفر وتتوب، عشان ترجع الصحيفة بيضاء. مش هتعرف تعمل كده يوم القيامة. يا رب يا أكرم الأكرمين بتدينا فرص. فعلا سمي الرب ربا لأنه يربي عباده. بيربينا ربنا بالحسنات، بتذكرنا بيوم القيامة بالمواقف. ها ايه رأيك في هذا الكلام؟ عرفت السر العجيب لشهر شعبان؟ عرفت فضل وقيمة شهر شعبان؟ عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل فيه ايه؟ بيزود عبادته أثناء العرض على الله. ممكن تعمل كده؟
هو النبي اختار ايه؟ اختار الصيام، قال احب ان يعرض عملي وانا صايم. اشمعنى الصيام اللي النبي اختاره؟ لانه مدته طويله في اليوم. هل لازم انا كمان اصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك احب ان يعرض عملي. اختار عمل انت تحب يعرض عملك وانت بتعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك احب ان يعرض عملي، انت اختار عمل. كيف تحب ان يعرض عملك على الله في شعبان وانت ايه؟ النبي قال وانا صايم. هو انا ممكن اختار حاجه تانية؟ اختار حاجه تقدر تعملها. احب ان يعرض عملي وانا بار بابويا وامي، يلا شد ببر الوالدين. احب ان يعرض عملي وانا واصل لرحمي، يلا شد في صله الارحام. احب ان يعرض عملي وانا انفق في سبيل الله، يلا جهز شنط رمضان في شعبان كتير علشان يعرض عملك وانت منفق في سبيل الله. احب ان يعرض عملي وانا ذاكر لله كثيرا، هزود ورد الذكر في شعبان. احب ان يعرض عملي وانا قائم بين يدي الله ليلا. احب ان يعرض عملي وانا بتقي الله. انا شخصيا احب ان يعرض عملي وانا من المحسنين، بطلع احسن ما عندي في كل حاجه، الاحسان. فاكتب في شهر شعبان زي الايه الكريمه انه من عبادنا المحسنين. يا رب يا رب اكتبنا من عبادك المحسنين. انت اختار عمل تحب ان يعرض عملك فيه على الله في شهر شعبان. تنصحني بايه؟ انصحك بتقوى الله. انصحك معقوله يعرض عملك وانت بتعصي ربنا؟ حاجه وحشه قوي. معقوله يعرض عملك الان؟ تخيل يوم القيامه يعرض عملك وانت ساهي غافل. طب تنصحني بايه كمان؟ انصحك بكثره الاستغفار في شهر شعبان عشان يمحى كل ما هو سيء في الصحيفه السنه اللي فاتت. طب تنصحني بايه كمان؟ تروح بعمل حبيب الى الله، تحب ان يعرض عملك على الله وانت بتعمله فتبقى خدت حته وقلدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنصحني بايه كمان؟ انصحك بقيام الليل، تقف بين يدي الله تصلي بالليل. تنصحني بايه كمان؟ انصحك بورد الذكر. يلا بقى شد الهمه، فاضل 30 يوم على رمضانك وعملك يعرض الان، وكأن ربنا بيقول لك يلا هبت مواسم الطاعات. الا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات. ربنا بيبعت لكم هدايا، الا فتعرضوا لها. لما تلاقي ربنا باعت هديه ارمي نفسك فيها، هو ده معنى تعرضوا لها. عملك يعرض. شهر شعبان شهر عظيم، النبي كان بيحب يطيع ربنا فيه. رمضان على الابواب، نفسي ربنا السنه دي يتقبلني ويكون احلى رمضان واجمل رمضان مر عليا في حياتي. شد في شهر شعبان. يلا يا جماعه شدوا الهمه، الله يتقبل منا ومنكم. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا. اللهم بلغنا ليله القدر هذا العام. اللهم لا ترد لنا دعوه في رمضان. اللهم اعنا في شعبان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ونحن تعرض اعمالنا عليك في شعبان من عبادك المتقين، من عبادك المحسنين. اللهم تقبل منا وافتح علينا هذا العام فتحا عظيما. ادعوا البعض يا جماعه، ادعوا بالفتح الكبير في شهر شعبان ورمضان، وادعوا لي معاكم ربنا يفتح عليا ببرنامج رمضان اسمه الفهم عن الله، يفتح عليا فتح كبير ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.